السلام عليكم اخواني واخواتي. اليوم راح اشرح لكم البطل بانديتا بما انه رجعت الميتا واخذت تقوية باخر فترة، اللي هو تحديث تقريبا من يومين ثلاثة. حاليا طبعا مش مو بس البطل بانديتا اخذت تعديلات، كثير ابطال اخذهم تعديلات، منهم بالاموند، منهم مينس مارتيس عفوا. فنحاول نشرح لكم اياهم كاملين باذن الله. عندك شافير، هيليدا، ميناتور، اطلس، بينيديتا، مارتيس، بالموند، وهارلي، وفاراميس. طبعا انا راح اقرا لكم ايش قلت الشرح تبعها، وين راح احاول افسر لكم. اولا الباسف، عندما تضغط ضغطة مطولة على الضربة العادية تقوم بانديتا بشحن السيف الموجود تحت نقاط الحياة، وعندما تقوم بملئه تندفع بانديتا للأمام في خط مستقيم وتسبب ضرر. وأيضا عندما تضرب أي شيء في الخريطة 3 ضربات سيمنع الباسف. ولهذا الباسف مزايا عديدة. أولا يجعل بانديتا سريعة جدا في التنقل في الخريطة، وأيضا يسبب ضرر عالي. فحاليا اولا كيف نملأ الباسف؟ قلنا بزر الضربة العادية. هي اول طريقة لملء الباسف. فطبعا في 3 طرق لملء الباسف. زر الضربة العادية. ثانيا اللي هو بالبيزك اتاك، كما تشوف قدامك اخوي المتابع، بالبيزك اتاك فيك تملي الباسف ضربة، ضربتين، 3، وهكذا يمتلئ الباسف معك. وطبعا سرعة التنقل انه بانديتا تكون سريعة كثير، فهاي طريقة المشي العادية لكل الابطال تقريبا، مع انه بانديتا احتمال ابطل منهم شوي، بس لا، في من هالشي. فاذا انت استعملت الباس حتكون تتنقل بالخريطة بين الجولد لين والاكسبيريون والميد لين بأسرع طريقة. يقولك هنا المهارة الأولى ترجع بانديتا خطوة للخلف ثم تندفع للأمام بسيفها وتضرب الأعداء في خط مستقيم. الضربة الأولى عندما ترجع للخلف تسبب ضرر بسيط، لكن الضربة الثانية عندما تندفع للأمام تسبب ضرر كبير وتبطئ الأعداء، وعندما يكون العدو في منتصف هذه المهارة يحصل على ضرر أعلى. إزاي؟ نشرح لكم. مثل ما انك شايف قدامك، اولا عفوا انا متعود على ايباد العب، بس مصور حاليا من التليفون. شوف انتم شايفين بقلب المهارة في خط مقسوم لوحده. هاي المهارة كلها هذا تأثير المدى تبعها تدمج كله بهالمنطقة، لكن اللي بالمنتصف هو يدمج أكثر شيء. شوفوا مثلا كم دمج، 329. نرجع نحط لها ريكول. شوفوا هنا لورا لما راحت الخلف دمجت 309، بس لما تقدمت للأمام دمجت 500. أي ما يعني 800 ضرر. بينما لو تصيبها بالطرف، شوف فقط بطرف المدى يعني عندنا تقريبا حوالي 500، بينما 800 ضرر لما تكون بالمنتصف. طبعا هناك الباسف له مزايا عديدة، وهاي واحد من المزايا انه حتى الباسف من المهارات يمتلئ، مش بس الضربة العادية او تضغط على زر الضربة العادية مطولا. شوف حتى المهارة الأولى تشحن لك الباسف. فالباسف تقريبا البنديتا يعني ما ينتهي أبدا، تقدر لما تدخل فايت تقدر تستعمله باستمرار لدرجة كبيرة. المهارة الثانية المهارة الثانية تعتبر هذه المهارة من أقوى المهارات في اللعبة. نعم، وأنا أتفق بهذا الشيء صراحة. مهارة بانديتا مخيفة ومرعبة كثير. فعندما تستعملها تندفع بانديتا نحو الاتجاه المحدد وتصبح منيعة من تأثيرات السيطرة، وأيضا تصبح منيعة من كل الضربات والهجمات. هي 3 أشياء صارت. ليس هذا وحسب، بل ترد تأثيرات السيطرة على الأعداء أيضا. كيف يعني؟ أولا تندفع للأمام كما شايفين. لو الشخصية الأمامي حاليا استعملت عليه ستان، فأنا أضربه كذا فيلتغي الستان عليه حتى إذا كان دمج. يعني تخيل أنت عندك الت سيبير جاي يرفعك لفوق، انت استخدمتها قبل سيبير ما يرفعك لفوق مثلا. اما اشرح لكم اياها كذا، قبل ما يرفعك بجزء من الثانية لفوق، فانت ينزال عنك تأثير السيطرة. سيبير ما يقدر يرفعك لفوق، وهو ياكل ستان تقريبا لمدة 1.5 ثانية. حلو الحكي. و... والضرر يختفي كله، انت ما تتدمج حرفيا يعني. مهارة هاكر صراحة، انا بعتبرها مهارة هاكر. وما قدرت تشحن الباسف. فقناكم الباسف شيء مهم بانديتا كثير. المهارة القصوى، يقول لك تندفع بانديتا بالسرعة للأمام لمسافة طويلة جدا وتترك ظل خلفها، وبعد لحظة ينفجر هذا الظل ويسبب ضرر ضخم للأعداء الموجودين في الطريق. وعندما يكون هناك شيء في مدى الألت يمتلئ الباسف بسرعة كبيرة مما يمكن لبانديتا من عمل داشات متواصلة في فترة قصيرة. وهذا كان شرح. فليتس جو نجرب.
بما انه هذا البوت ما يتحمل دمج، عفوا، كم، وين دمج بوت، دمج بوت ثاني. هذا الالت طبعا مساحته كبيرة، اذا انتبهتوا كان في ورانا ظل، فالظل احنا ضربنا، بعد ما ضرب الظل، بعد ما ضربت المهارة لحتى طلع الظل اتفجر مثل ما محطين بالشرح. ومع ذلك يشحن الباسف. شوف تقريبا فيك تستخدم 5 مرات، يعني مو بس انت تقدر تملأ الباسف من الضربة العادية، حتى من المهارات كلياتها. فحط في بالك بانديتا اللي يحترف البطل، بانديتا يعتبر هاكر حرفيا. يعني انا بشوف مثلا عندي صديق مارسل، تقريبا هذا اكثر او تو بي بانديتا انا شفته لعبت معاه. هو كان الاول عالمي لمدة سيزونين. فالولد خارق، او البطلة خارقة، ما تعرف الشخص اللي عم يلعب بالبطلة ولا البطلة هي بنفسها خارقة او هاكر. طبعا عندها كثير كاونترات، بس مع التحجير لا ترحم. وهذا كان شرح مبسط البطلة بانديتا، وإن شاء الله أشوفكم بالأبطال الجاية بإذن الله. بحاول أشرح لهم كلية مع أي تحديث، أو الأبطال اللي جاية اللي حاليا جاها بف مثل ما يقولون، راح أحاول أشرحها كاملة بإذن الله. والسلام عليكم، كان معكم كيريتو.